السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنشاهد هدف بيرسي تاو لصالح النادي الاهلي ضد فريق شباب بلوزداد الجزائري في دوري ابطال افريقيا لعام 2024 2025. هنلاحظ هنا ان بدايه الهدف الكره مع كريم الدبيس بينطلق من ناحيه اليسار تجاه المرمى، وهنا لما يضغط عليه احد من مدافعي شباب بلوزداد، وهنا بيلعبها كوره ارضيه، وهنا وسام ابو علي بيفوتها لكي تصل الى بيستو اللي بيلعبها كورة مباشرة أرضية رائعة على يمين حارس المرمى، والتي لم يفعل لها أي شيء، محرزا الهدف الخامس للنادي الأهلي في هذه المباراة. وهنا نشاهد الهدف من زاوية تانية. هنا انطلاق كريم الدبيس بالكرة، ما زال يمتلك الكرة، خطأ طبعا من المدافعين لم يضغط عليه حتى الآن. وهنا التفويتة من حسام أبو علي اللي تصل إلى بيرسي تاو اللي بيلعبها كورة من لمسة واحدة أرضية رائعة على يمين حارس المرمى. والجدير بالذكر بأن هذه المباراة انتهت بفوز النادي الأهلي على فريق شباب بلوزداد الجزائري بستة أهداف مقابل هدف في دوري أبطال أفريقيا العام 2024-2025. وفي النهاية أتمنى منكم الضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد من مشاهدة أهداف المباريات القادمة وتحليلها. شكرا لكم.